إن لم تشاهدوا الفصول الأولى فهي موجودة في قناة. وقبل أن نبدأ لا تنسوا الصلاة على النبي المختار عليه أفضل الصلاة والسلام، ولا تنسوا اللايك والاشتراك. وهيا بنا نكمل سرد الحكاية. بالفصل السابق رأينا كيف حاول كيوم أن يطعن جيجو أمام الجميع، فأوقفه صديقه قبل أن يفعلها، لكن السكينة طارت من يدي ووقعت على جبيرة جيجو وسط صدمة الجميع. أمسك بها ونزعها، والطلاب متفاجئين أنه لم ينزف. وقفوا عليه هالة مشؤومة والجميع في رعب. سومين خافت أن يرتكب جريمة، ولكن بكل هدوء أعادها إلى صاحبها. قال البدين أنه كان مجرد مزاح. رد عليه أن ينتبهوا في المرة القادمة، وحرفيا كانوا مرعوبين من جيجو. انتهى الدوام الدراسي وجيجو ينظر إلى لائحة البطولة الرياضية للملاكمة، وبدأ يتخيل أنه قد فاز بها وحصل على المعجبين، وأنه قد تحول إلى توماس براند. فجأة صادف قطة في الجوار وأخذ يلعب معها، وفجأة ظهر صاحبها واتضح أنه زعيم المتنمرين. ارتعبت القطة وهربت فور ظهوره. تأسف جيجو من ذلك. قال لا بأس، الفراشة ستقع بين يدي في النهاية. نظر إلى لائحة البطولة الرياضية واقترب من جيجو، همس وذهب، وعلى وجهه ابتسامة خبيثة. عاد إلى الصالة الرياضية والمدرب متفاجئ من جيجو الذي يقول أنه سيشارك في بطولة الهواة. إنه متفاجئ ويقول أنه قد أصابته ثقة المبتدئين، وأنه سيتعرض للضرب لو دخل المباراة الآن. حاول إقناعه بعدم المشاركة، لكن الولد واثق من نفسه وقال أنه سيزين الجبس بعد أسبوعين. قال المدرب أنه ليس شخصا خلق ليلعب في بركة صغيرة كهذه، وأنه لن يكون من العدل لو لعب رونالدو في بطولة الهواة. رد عليه أن كلامه منطقي، لكن رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة. صعق المدرب من كلامه، وأيقن أن عليه أن يتركه يجرب بنفسه، وسيبدأون تدريبا مكثفا من اليوم. ولقد مضت 4 أسابيع. دخل رجل يبحث عن المدرب، وجد هناك جيجو وأخبره أنه مدير النادي بالحي المجاور. قال إنه كان يجب أن يتصل قبل المجيء، وقال أنه أحضر أحد طلابه وسينضم لبطولة الهواة. عرض عليه أن يتدرب معه، ويبدو أنه وافق ليختبر نفسه. بدأت المباراة. جيجو يحاول أن يضبط أعصابه. تمركز وانطلق الخصم نحوه. وجه له أول ضربة وصدها، والثانية راوغها. لمح فجأة، لكنه لكمه في وجهه فجأة. تفاجأ جيجو من ذلك. هاجم الخصم من جديد، وجيجو يدافع. تذكر تعليمات المدرب واستغلها ونجح بضرب أول ضربة، لكن له وشنا القاضية فليكر جاب. قال الآخر حتى لو كان تقليد إنه سريع جدا. رد جيجو الكنترول، ضربه الخصم وراوغه، ورد عليه بأخرى. إنه مذهول من التقدم الذي هو عليه، ويقول بنفسه ربما يفوز بهذا التمرين. عودة إلى المدرب الذي خرج لتوه من البنك، وقرر أن يزور الصالة الرياضية المجاورة، وهو متفاجئ أنه دائما مزدحم عندما يأتي فيها. سأل عن المدير، وقال له أنه ذهب إلى الصالة المجاورة مع أحد المتدربين لخوض مباراة تدريبية. تفاجأ أنه فعل ذلك دون اتصال، ولا يوجد سوى جيجو هناك فقط. هرع إليه بسرعة، ووجده يقول لسومين أنه بلا موهبة ويفكر في ترك الملاكمة، وهذا ما كان المدرب خايفا منه. ركض المدرب نحوه ويقول فكر في الأمر مجددا، وما حدث لم يكن بسبب ضعفه. قالت سومين كيف أصيب رغم ارتداء خوذة الرأس، وأن عليه أن يحمي نفسه جيدا. لاحظت أنه قد أجرى التدريب بحذاء غير مناسب لهذه الرياضة. استغل المدرب ذلك وقال له إن القدمين أهم ما في الملاكمة، وأن عليه أن يرتدي أحذية الملاكمة، وكل رياضة هناك طريقة للعب بها. قال سومي إن كان ينوي استمرار فمن الأفضل أن يشتري زوجا أحذية من الملاكمة، وتستطيع أن تساعده بالاختيار إن لم يكن يستطيع. سرح بعقله وفكر بموعد غرامي معها. سألها متى سيذهبون لشراء الحذاء. قال المدرب لا حاجة للذهاب بعيدا، ويمكن أن يختار من هنا، وأنه أرخص بكثير من المتاجر الأخرى. اختارت له سومين أحد الأحذية، وعندما وقف أمام متجر المبيعات وجد أن العجوز قد نصب عليه. وفي اليوم التالي وهو يتدرب وجد أن الأمر مختلف عن السابق. رأى أن سومين ستقوم بمباراة تدريبية، ولكن الخصم يتباهى من البداية، وذلك لم يعجب بطلنا. دق الجرس وها هم يبدأون. بدأ الخصم في شن الهجوم ونجح في فعلها. تابع القتال وهو المسيطر فعلا. جيجو قلق من أن تخسر. قال له المدرب أن يراقب جيدا ويتعلم تلك التقنية أيضا.
إنها الضربة القاضية النهائية، وسنرى النهاية الآن. وفجأة قبل أن يضربها اختفت من أمامه، وقبل أن يستوعب ضربته لكمة أنهت القتال. جيجو مصدوم حرفيا، وسومين نزعت فوزة القتال كأن شيئا لم يحدث. جيجو يريد أن يعرف ماذا جرى. شرح له المدرب جوهر هذه التقنية يكمن في الخطوة. عندما تأتي قبضة الخصم إليك تتحرك جانبا بمقدار قبضة واحدة فقط، وعندما تنتهي هجمة الخصم تطلق الرد المضاد باك فورا. تذكر جيجو لذلك السبب لم تصب قبضته في ذلك الوقت، وكان دائما هو الذي يصاب، ويقول أنه بحاجة ماسة للضربة القاضية، وسيبدأون تدريبا خاصا من اليوم. سأل المدرب ما اسم تلك الضربة، قال له إنها بكل بساطة سوكبا. مر شهر على ذلك، ويبدو أنه قد أتقن الضربة القاضية. قال المدرب أن يضبط حالته البدنية لأن المباراة قريبة. سمع كلامه ودخل الدوش لأخذ حمام، وبينما سومين تنظف فتحت الباب ووجدت هناك جيجو وعضلاته البارزة. قالت له أن يسرع وأقفلت الباب بسرعة، وهي مندهشة متى صار هكذا. حل المساء والاثنين يتمشيان، الأجواء متوترة بينهما. تكلمت سومين أولا وقالت أن يعتني بجسده جيدا. قال لها أيضا حذاء الملاكمة مريح حقا. ردت عليه أن هذا مطمئن. صادف زملاء الصف في الشارع، ألقوا على بعضهم التحية. سأله إن كان بموعد غرامي، أجابه ليس كذلك. أراد الشابان اختباره إن كان سيكسر الرقم القياسي. جيجو يقول أنه لم يجربها من قبل. قال له أن الأمر سهل، ما عليه سوى أن يضربها بقبضته، وهم يشكون أصلا إن كان سيحطم الرقم القياسي. قرر المتنمر أن يقوم برهان، والخاسر شهر كامل من جلب الخبز للفائز. سومين تحاول أن توقفهم. جيجو يقول أنه لم يجربها من قبل، ولكن يظن أن الأمر سيكون ممتعا. جهز نفسه وأخذ وضعيته ليضربها، والبقية يسخرون من تلك الوضعية ويحذرون من أن يصيب معصمة، وإلا ماذا سيفعل بالمباراة. ضبط نفسه وانطلق للكمها، وعندما صدرت النتيجة اكتشف أنه لم يحطم الرقم القياسي. سخروا منه ومن قبضته. قال الآخر أن لا ينسى خبزه أيضا. قالت سومين أن الرهان بين كيونغ وجيجو. رد عليها بأن تضعهم يشاركون أو تساعد جيجو على الأقل. جيجو يفكر مع نفسه ويقول أنه يمكنه التدرب بها. تخيل وجه منافسه أمامه، عدل وضعيته، لكمة هزت الأرجاء، والصدمة تعتري وجوه الجميع. العداد أرقامه ما زالت تزداد حتى جاء الإشعار: تهانينا، لقد حققت رقما قياسيا جديدا. المتنمرون ما زالوا لا يصدقون ما الذي جرى. كيونغ يحاول أن يبتكر حجة للهرب، فقالت له سومين لا تنسى خبزي أيضا. صدم من كلامها، أكملت وقالت إن كان صعبا عليك فاطلب المساعدة من أصدقائك. أمسكت بيد جيجو وذهبوا. باليوم التالي وتحديدا في قاعة البطولة، الأجواء مشتعلة واللاعبون مستعدون للمنافسة. وفي تلك الأثناء كان المدرب وسومين يحاولان الاتصال بجيجو لكن دون جدوى. دخل عليهم المراقب ليسأل عليه. قال المدرب أنه لم يصل بعد، لكن طلب منه أن ينتظر قليلا وسيأتي. رد عليه إن لم يصل بعد 10 دقائق فسيستبعد من المنافسة، والمدرب على وشك أن ينفجر من الغضب. عودة إلى جيجو، والذي سبب تأخره هو أن الطريق مزدحم تماما ويجب عليه أن يصل قبل 3. قال السائق حتى لو كان للسيارة أجنحة فلن يصل في الوقت. نزل من السيارة وركض، انطلق بكل سرعة ويقول ربما تدريباته ستؤتي ثمارها. فتح الباب والمدرب وسومين يأملان أن يكون جيجو. بهذه الصورة ينتهي فصلنا مع حكاية جيجو. انتظرونا بالفصول القادمة إن شاء الله، ولا تنسوا الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ودمتم بأمان الله.